في ليلة كروية ما تنسى، وعلى أرضية ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، كان العالم كله يترقب واحدة من أقوى نهائيات دوري أبطال أوروبا، باريس سان جيرمان. دخل المباراة وعينه على كتابة التاريخ من جديد، بينما أرسنال كان يحلم بإضافة لقب أوروبي ثمين لخزائنه. من أول دقيقة الأجواء كانت مشتعلة، والمدرجات تهتز مع كل لمسة وكل فرصة. أرسنال بدأ المباراة بحماس كبير وضغط متواصل، لكن دفاع باريس كان حاضر بكل قوة، وبعد محاولات عديدة نجح أحد الفريقين في افتتاح التسجيل لتشتعل المواجهة أكثر وأكثر. باريس سان جيرمان رفض الاستسلام وبدأ يفرض شخصيته على المباراة. الهجمات صارت أخطر والفرص تتوالى من كل جهة، حتى جاء هدف التعادل اللي أعاد المباراة لنقطة البداية وأشعل حماس الجماهير. الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي كانت مليئة بالتوتر والإثارة، كل فريق يبحث عن هدف الحسم، لكن الحراس والدفاعات كانوا في الموعد، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق. انتقل النهائي إلى الأشواط الإضافية، وهنا ارتفع مستوى التوتر بشكل أكبر. التعب بدأ يظهر على اللاعبين، لكن الرغبة في الفوز كانت أقوى من كل شيء. فرص خطيرة هنا وهناك، وتسديدات كادت أن تنهي الحكاية، لكن الكرة رفضت دخول الشباك، ومع إطلاق صافرة نهاية الوقت الإضافي كان لابد من الاحتكام إلى ركلات الترجيح، اللحظة اللي يعشقها البعض ويخشاها الجميع. الجماهير وقفت على أقدامها، والأنظار كلها اتجهت نحو نقطة الجزاء. الركلات الأولى مرت بنجاح، ثم استمرت المنافسة ركلة بعد ركلة، وسط أعصاب مشدودة وقلوب تخفق بسرعة. كل لاعب كان يحمل على كتفيه آمال ملايين المشجعين، وكل تسديدة كانت قادرة على صناعة بطل أو كتابة لحظة مؤلمة. وأخيراً جاءت الركلة الحاسمة. سدد لاعب باريس سان جيرمان الكرة بثقة كبيرة لتسكن الشباك وسط انفجار هائل من الفرحة في المدرجات. بهذه الركلة حسم باريس سان جيرمان النهائي بنتيجة 5 أهداف مقابل 4 في ركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين بهدف لكل فريق في الوقتين الأصلي والإضافي. اللاعبون احتفلوا بطريقة جنونية، والجماهير عاشت لحظات لا توصف، بينما ارتفع الكأس الأوروبي الأغلى عالياً وسط أضواء الملعب وعدسات الكاميرات.